اهلا بيكم ورجعنا في حلقه جديده من بودكاست نقطه التحول، ولسه الحوار ممتد مع مصطفى. والنهارده بقى احنا هنتكلم على حاجه جميله جدا، ودي برضو بتبقى شغله الاهالي شويه، وما بيبقوش اصلا مدركين اللي مرض الادمان مرض قابل للانتكاسه. طبعا اي مرض في الدنيا قابل للانتكاسه. انا ممكن اتعافى من حبه برد دي حقيقه. وانتكس. لكن عشان احنا بنقول ان ده مرض وجرز وفضيحه مم. ومش عارف ايه، فالانتكاسه مش مفهوم انها ورده، وليها طبعا اسباب. بس انا عايز اتكلم في نقطه، هو المدمن ليه ضرب مخدرات من البدايه؟ ده عشان هو متمرد على واقع معين، دي حقيقه. مش حبه. وفي نفس الوقت غير التمرد، هو الراجل عنده ضعف معين في حتة في اللي هو شخصيته، مرض من المخدرات البدايه وهو اختار يكمل فيه. مالتها. انتكس ليه؟ لأنه حب يعيش حالة التمرد تاني، والتمرد ده بيخلي البني آدم يستسهل سلوك، يستسهل طريقة التفكير، يستسهل النتيجة. مم. عادي. كلمة عادي دي كلمة هو عاشها واحترف فيها جدا. نقدر نقول لمصطفى، غير كمان اللي هو بيتمرد، اللي انا اعرفه اللي فيه بروسيس للانتكاسه، اللي هو مثلا بيبدا يبعد عن المجتمع العلاجي بتاعه كثيرابي او ادكشن ريكفري كوتش، او حتى الاجتماعات الخارجيه اللي هو بيحضرها، وبيبتدي يوقع امانات. ممكن ما بقاش يتكلم تاني في الحاجه اللي عنده زي الاول، ممكن عنده شويه ضغوط ما بقاش عارف يحلها، وبيبتدي ستيب باي ستيب المرض طبعا يسيطر عليه تاني. هو أي مرض في الدنيا ليه بروتوكول علاجي. خدته فأنا اتعافيت، وقفته بمزاجي في وقت ممكن انا اللي اختاره، ممكن انا معرض بنسبة كبيرة للانتكاسة. المدمن البروتوكول العلاجي بتاعه مدى الحياة، حلو. فلو وقفته بمزاجك باظت كده. انت معرض معرض للانتكاسة. معرض للانتكاسة دي بقى في جنبها حاجات كتير او في عوامل كتير بتساعده للانتكاسة، هو ما بيبقاش واعي لها. موقف، صدمة، علاقة، وبالذات العلاقات العاطفيه والجنسيه. بالظبط. اسلوب حياته، وصل لمرحلة ان هو مثلا اترفد من شغله، فقد حد من الحبايب بتوعه او الدايرة القريبة منه. ففي عوامل كتير تساعد المدمن ده انه اللي هو ينتكس، ينتكس. وخصوصا ان هو وقف عن البروتوكول ده، فالافكار القديمة بتاعته بتطلع بتبدأ تاني. تطلع تاني. لان البروتوكول العلاجي اصلا مش علاج انت هتاخده برشام ولا بتاع امم عشان خلاص كده، لا. ده انت قاعد عمال تضغط على الحاجات السلبية دي اللي انت اكتسبتها من زمان، سواء سلوكيات سواء افكار سواء مشاعر، عمال بتغيرها. تحاصرها عشان ما تطلعش تهب عليك. لان ده لو طلعت وحش كاسر وفي بالنسبة حاجات له. برضه مصطفى، انا لاحظتها من الناس احيانا المنتكسه وبتتعامل معانا، اللي هو بيكون عنده تحفظات: انا مبطل وزي الفل، بس مثلا لو بابا توفى او خطيبتي سابتني او مراتي سابتني ما هو ده قرار برجع. من البداية، مش قرار حقيقي. التحفظ اللي عنده. هو باني تبطيلته او ابتعاده عن المخدرات بسلوكياتها، والتعافي بتاعه على السبب هو ده. بانيه على شكل معين مرتبط ببني ادم تاني. ودي واول. الحتة اللي هي بتاعت الاولويات. مم. هل هي اولويته نفسه ولا هو اولويات لحد ولا تاني. حد تاني؟ عشان كده دي بيبقى سبب، نقدر نقول سبب من اسباب الانتكاسه ده برضه، طبعا اللي هو ممكن فقدان فقدان الحاجه اللي هو باني الناس عليها طبعا التعافي طبعا. بتاعه. يعني في ناس بتبطل عشان خاطر تعدل شغلها. مم. طب وشغلها ده لو راح، وده معرض انه يروح ممكن يروح في ثانيه. في لحظة. هيرجع ينتكس تاني. طبعا، لان الافكار هتشتغل مش هتتساب يعني. نقدر نوصل لمصطفى اللي البروسيس بتاعت الانتكاسه، اللي هو البعد عن البروتوكول العلاجي، شويه ضغوط في الحياه وما بيتكلمش فيها، افكار ما بقاش يتكلم فيها زي طبعا زمان طبعا وبيكتمها جواه، بتأدي اللي هو ممكن ينتكس. طبعا من غير ولا كلمة. غير ان ظهور بقى الشخصيات القديمة ممكن يظهروا اها. هنا. ده احنا بنقول عليه المرض بيبدأ يلعبه بحبة حاجات كده. الا وهي. وان هي مثلا يبدأ اشتياقاته تظهر، لشكل، لمكان، مم. لعلاقة، لسلوك. وبيسيب نفسه فبيسيب، وبيبعد. ما بيحاولش ان هو يشرك حد يدله اذا كان ده صح ولا غلط، وده من ضمن البروتوكول العلاجي بتاعه. اللي هي فبيبعد. المشوره.
بيبعد عن الشخص ده اللي بيساعده، ويضطر ان هو يمشي ورا طريقه تفكيره طريقة واهواءه تفكيره. الشخصيه. اهواءه الشخصيه اي مدمن حتى لو عامل طول عمره تبطيل احيانا بتظهر له الحاجات دي، هو بس بيعرف يتعامل معاها بالناس اللي حواليه، ان هو يقرا شويه عن المرض بالشكل الجديد بتاعه يفهمه كويس. لكن لو بعد فهو دخل في عرض او سمه من سمات المرض الادمان ان هو بقى لوحده. وده ياخدنا لحتة مهمة، دي برضو بتبقى غايبة عن الأهالي جدا جدا جدا، وأحيانا الأهالي بتساعد في انتكاسة ذويهم للأسف وهم مش واخدين طبعا بالهم. اللي بالضغط. هو كفاية عليه مثلا حضور اجتماعات كده، كفاية عليه اللي هو بيكلم فريق انا المشورة قلت بتاعه. الحكايه دي قبل اه كده، وقلت ان المدمن المفروض ان هو يفضل مكمل في البروتوكول العلاجي بتاعه، ما يهتمش بالناس اللي بتقول له كده كفايه حتى لو كانوا اقرب الناس ليه، لاني ده اللي يخصه هو، لكن اللي يخصهم هم اسلوبه وسلوكه والنتائج بتاعته. لكن اللي يخصه هو الطريقه بتاعتي اللي هتوصلني اللي توصلني ان للنتائج انا دي. افضل محافظ على التعافي بتاعي. بالظبط، ان انا اوصل واحافظ على النتيجه اللي وصلت لها دي بتاعتي انا، طريقتي مم. انا ولعبتي انا، مش لعبه دي حد. دي الحقيقة، ما عشان كده احنا يعني بنحاول نعمل توعية للأسرة اللي هي تاخد بالها من الحاجات طبعا، دي. ولازم يبقوا فاهمين يعني ايه كلمه انتكاسه دي حقيقة. طب واسبابها ايه. بعد يا مصطفى مثلا الشخص اللي هو كان متعافي وانتكس، هنا بيحصل حاجة من اتنين، وانا شفتها يعني حاجات كتير. في ناس بتاخد القرار سريعا سريعا اللي انا هبطل ارجع تاني اتعافى، وفي ناس وفي ناس ما بتقع في حتة بتقدرش، اللي هو بيقعد شويه يعافر. كبريائي والناس هتقول عليا ايه طيب هو القاع اللي هو كان سابه قبل كده، القاع ده هو كان بيعافر فيه كويس جدا وكان بيبذل فيه مجهود قوي جدا، لكن النتيجه ان هو ما بيعرفش يوصل للنقطه بتاعت اللف بتاعت العوده يعني. الراجل ده لما بينتكس هو بينزل لاخر نقطه هو وصل لها، مم. بس مع المسافه الطويله اللي هو بطلها فالنزله بتاعته بتبقى اعفى شويه. مم. فعشان يبدا يخرج من الغرزه دي اللي هو غرزها دي بتحتاج مجهود، ومجهود صعب وقوي جدا، في حين ان هو عاش اخر فتره ليه قبل الانتكاسه اللي هو عادي استسهال. فلا هيلاقي نفسه غارز فمش هيعمل مجهود، لان المجهود تقيل عليه. تقيل عليه، فهيقول عادي بكره هيبدا يشغل نفس نفس المواد الاسطوانة بتاعت زمان. بالظبط، اللي هو كسل، تأجيل، مش مهم، اولويات تبدا تتغير، العلاقات نفسها تبدا تتغير، فالسلوكيات هتبوظ. طب دي تاخدنا بقى لحتة يعني ايه مهمة جدا كمن الناحية العلاجية، اللي الناس دي فعلا بيبقى عندها خبرة في التعافي، وبيبقى عارف ايه اللي بيتقال او ايه اللي بيتعمل اما بيجي تاني بقى، واحنا المفروض انا بس بنعالجه. عايز اقول نقطه، يمكن دي وجهه نظر شخصيه ما اعرفش اذا كانت صح ولا لا، بس انا بحاول ان انا يعني اوصل بيها للصح بتاعها. هو مبدئيا كده الراجل اللي انتكس ده بعد فتره تعافي هو كان عنده معلومات، المعلومات دي بيطبقها. اوكي. مجرد انه وقف التطبيق فالمعلومات دي مش هتفيده. مش هتفيده. ليه؟ لان الانتكاسه هي ان انت وقفت تطبيق المعلومات دي اوكي. فرجعت. فما تجيش تقول لي ان انا عندي معلومات. لا، انا ما عنديش. اللي عندك ده ما ساعدكش لانك ما طبقتوش، لكن لو طبقته فاللي عندك ده مساعدك. ده حلو قوي اللي انت بتقوله، انا فاهم وجهة نظرك تمام، ودي الحقيقة اللي هو انت لو عندك حاجة فعلا من اللي انت بتقولها دي ما كنتش اصلا بالظبط، انت كست. بس برضو السل بيبقى واقع في حتة اللي هو معلومه، ايه اللي انت بتقوله لي هي ده، ما مجرد انا معلومه. انا عارف ما دي برضو من اخطاء التفكير. ده بقى يعني طريقة التعامل ساعتها بتعاملوه ازاي؟ حلو. مجرد ان هو يقعد ويسمع حتى لو من بعيد، يقعد ويسمع الكلام، هو هياخد الفتره بتاعت اعراض الانسحاب النفسيه اللي هي هتبقى تقيله بالنسبه له وطويله شويه، لكن مش معنى كده ان انا هجنبه او ان انا مش هنكشه او ان انا مش هديله كونتاكت، لا. من فتره للتانيه كده ممكن اقوم شده، اساله بما ان انت راجل شايف كبريائك بيقول ان انت عندك، طب ما تيجي كده اما نتكلم، واقوم حاطه قدام الحقيقه بتاعته. بص قدام المراية. طب انت عملت ده اللي انت بتقوله انت عملته؟ لا. فيبدا من هنا مش هنقول ان هو يصطدم، هيبدا يتكشف له المزيد. اللي هو يبتدي يراجع نفسه في ايه انا ايه ده صح، الراجل ده بيتكلم صح في الحته دي. فهنا المعلومه اللي كانت عنده بدات تكبر شويه. احنا الناس اللي بتنتكس دي هي ما عندهاش معلومات تعافي او ما عندهاش خبرات تعافي على قد ما عندها خبرات الانتكاسه.
وفي ناس كتير جدا الكلام ده. لكن خبرات الانتكاسة دي تتحول تبقى خبرات تعافي امتى؟ لو طبق اللي هو سمعه وكبره. هو انا بص هقول لك حاجه، يعني انت جميل طبعا اللي انت بتعمله، بس انا كوليد يعني ما بيجي لي حد بهذا الشكل انا ما يعني ما فيش التفاهم كتير قوي ده، اللي هو قلتش بالقلم على طول انت كذا وكذا ما هي وكذا. دي مدارس. مم. يعني في مدارس تلاقيها بتتعامل بالشكل بتاعك وفي ليها نتائج، وفي مدارس تلاقيها بتتعامل بشكل طب تعالى وبالراحة ونهدي الدنيا وبتاع، اللي هو الترغيب مش الترهيب، دي برضو ليها نتائج. احنا الاتنين اتجاه واحد. الاثنين صح، دي حقيقه، لان احنا يهمنا في الاخر الشخص ده يرجع تاني. ناس بتمشي يتعافى. معاك عشان طبيعة شخصياتها كده، وناس بتمشي معايا عشان عشان طبيعة طبيعة شخصياتها كده. وفي النهايه احنا بنحاول نوصل الشخص تاني اللي هو يعدي مرحله الانتكاسه علشان يرجع يتعافى تاني. متعافي تاني. والرساله الاهم بقى من موضوع الانتكاسه ده اللي احنا يعني يمكن بنحاول نوصلها للاسره والمجتمع، اما الشخص ينتكس، يمكن مصطفى قالها في الاول، اللي هو اي مرض قابل للانتكاسه. مش معنى اللي هو انتكس اللي دي هتكون نهايه الطريق. الكون لا. اللي احنا نقف جنبه ونساعده تاني اللي هو يرجع شخص متعافي ونحتويه. لان انا شفت بعض الاهالي اللي هو مثلا اول ما ينتكس يقول لك هو هيفضل طول عمره فاشل، ما هو كان مبطل فتره ورجع انتكس تاني، دي فمش حقيقة. هيقدر يعمل كده تاني. دي حقيقة. والكارثه العظمى اللي الاسره في الحته دي، يعني ده من الحاجات جدا اللي بتجنني بقى، كونت خبرة غلط. لا مش كون كمان خبره غلط، اللي هي كان ليها جزء كبير جدا في الضغط موضوع ده. انتكاسته، اللي هو كفايه عليك حضور اجتماعات، كفايه عليك الفريق العلاجي بتاعك، كفايه اللي انت تعمل ثيرابي وبتحاول تخليه بحجه اللي انت بقيت كويس. هو اول ما ينتكس اللي هو لا انت كده هتفضل فاشل. طبعا طبعا. يعني الموضوع بيبقى قلة الوعي. برضه هنرجع ونقول قلة الوعي. قله الوعي. قصة بس مجرد ان الناس تسمع شوية او تدور وتبحث وتدي لنفسها فترة بس او مساحة انها اللي هتفكر تشوف ده وتبدأ تفكر فيه، حتى لو ما عندكش التجربة دي. اسمع، مجرد انك تسمع. اللي انت تسمع وتاخد وتكون رأي وخبرة عن الموضوع ده. دي حقيقة جامدة جدا اللي الأسر محتاجة فعلا يكون عندها وعي. وزي ما انت قلت مش بالضرورة يكون عندي ابن أو بنت مدمنة، على الأقل كثقافة عامة اللي أنا أبقى عارف. هو أي واحد في الدنيا اشتغل شغلانة هو اتولد بيها؟ لا طبعا. اتعلمها دي. وسمع عنها وقرا وجاهد نفسه فيها واتطور ووصل اللي هو عايزه. نفس القصة هي. وده اللي بيخلينا نقول اللي احنا فعلا في البودكاست بتاعنا بنحاول نعمل توعية للناس. هو احنا بنحاول نعمل نقطة تحول، وفعلا بنحاول نعمل نقطة تحول زي ما انتم شايفين، لاني فعلا الثقافة وبالذات الثقافة العلاجية دي شيء مهم جدا جدا جدا, جداً. في علاج اي مرض ده، وبالذات ده طبعا. يعني حتى هقول لك حاجة من ضمن الحاجات، يعني انا بحترم جدا الاجانب في الحتة دي، يمكن دي بعيدة شوية عن الموضوع بس يعني عشان الناس تفهم. مثلا مريض الكانسر او مريض السرطان، الاجانب مباشرة بيقولوا له والله انت عندك 1 2 3 4 وبيوفروا له سيرابي وفي نفسي بروتوكول كذا وعلشان يتكلم معاه عشان نفسيته. وعلشان كده بنلاقي ان النتائج شفاء من السرطان في الغرب اكتر من المجتمعات بتاعتنا. وفي نقطة تانية، الناس دي حقيقية جدا، والدليل ان في مشاهير ماشيين على بروتوكول لعلاج الادمان وبيقولوا على نفسهم كده، ما بيخبوش. دي حقيقه. لا هو على النقيض بقى زي ما بنتكلم، اللي هو مثلا مريض السرطان بره بيواجهوه على طول مباشره ووفروا له كل التولز. مظبوط. نيجي بقى عندنا هنا في الوطن العربي، لا انت عندك شويه برد وهتبقى زي الفل، ويقولوا للدكتور لما تقولوش اللي هو عنده حاجه عشان نفسيته. والكارثه اللي انا كده كده بضره اكتر. طب ما هو بيجي له اعراض هو مش فاهم الاعراض دي ايه، وبيتساءل ايه الاعراض دي، وبنفسيته بتبقى احنا عشان مجتمع عاطفي بس شويه. دي ما بنحاولش ان احنا نعيش الحقيقه حتى لو مؤلمه، بنحاول نهرب منها. وده برضو من اعراض مرض الادمان، ان انا بهرب. انا بجري من الحقيقه، ما بحبهاش، مؤلمه شويه. ما هي مؤلمه، بس لو فضلت مؤلمه من غير ما نعرف انا مش هحلها. طبعا عمرك ما هتكبر غير لما تتألم. لا ودي حقيقه طبعا، لازم نتألم في اي حاجه عشان اخد منها خبره واتعلمها واكبر فيها. النقطه الثانيه، ازاي انا اعالج مشكله وانا اصلا رافض اسميها ومش فاهمها ومش عايز افهم. هعالجها ازاي؟ دي يعني حاجه من ضمن الحاجات العجيبه جدا اللي انا بشوفها في المجتمع بتاعنا. انا حتى خرجت شويه عن موضوع الادمان واتكلمنا لا بس مرتبط بيه الكلام. مرتبط طبعا. اتكلمنا على الكانسر، لان ده انا بلاحظه كتير جدا من عائلات كتيره جدا، اللي هو ما ينفعش نقول له ليه؟ ما تقول له عشان يعرف عنده ايه ويبتدي يتعامل. دي نفس القصه مع مرض الادمان.
ان انا مش عايز اقول له الحقيقه، ولما هقعد اتكلم في الحقيقه لا الاهل قابلين ده على صح. ابنهم مثلا، ولا هو نفسه قابل ده على نفسه. دي حقيقه. انا ساعات والله بعض الاهل يقول لي ده عنده مشكله بس اصله بيشرب كده سيجارتين 3. وربنا يهديه. اللي هو طب يا جماعه انتوا اصلا مش قادرين تقولوا اللي هو مدمن، ازاي هنعالجه او ازاي انتوا هتقدروا لا، تكونوا سند ليه؟ لو نعالجه في حته تانية بعيده خالص عن البلد، ده مسافر. وده برضه هياخدنا مصطفى الموضوع اللي كان بتاع الحلقه النهارده، اللي دي برضه من ضمن الحاجات بتاعه اللي هي ممكن تسبب الانتكاسه. طبعا الاهالي بتفكر غلط بتفكر وبتطبق غلط. ده بعيد بقى كمان عن الشخص اللي هو تعافى ومثلا بعد عن البروسيس بتاعه فانتكس، جزء كبير الاسره احيانا بتعمله وهي مش واخده بالها. مع ان الراجل ده لو قال او الناس شاورت ان ابني كان وحش وبقى حلو جدا، الناس كلها هتشوفه بشكل تاني جدا وهتنبسط بيه. دي حقيقه. لا وفي حاجه كمان يمكن انا لسه جت في دماغي دلوقتي، الشخص اللي بيوقع البروسيس بتاعته وهو متعافي وممكن يصل لمرحله الانتكاس احيانا بيخاف يتكلم مع اسرته لسبب، لان الاسره من البدايه بتقول له كفايه عليك اللي انت فيه، انت بقيت زي الفل. ما هو بيجي يواجه مشكله ولو عاوز يتكلم مع الاسره بيبقى عارف الرد، اللي هو انت اصلا بقيت كويس فانت جاي تتكلم في مشكله ليه. ده ساعات كمان بيمنعه اللي هو يكمل في يقول لك انه انا يقف الاسره شايفاني عادي بقى خلاص انا زي بقيت حلو الفل عادي وبقيت حلو تاني عادي. عادي وبقيت زي الفل. هو في النهايه يا رب اللي احنا نقدر نوصل لكم المعلومات يعني بشكل بسيط جدا ومبسط جدا علشان نصل للحته اللي مصطفى قالها، اللي احنا نصل لنقطه تحول في الوعي بتاعنا ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك يا مصطفى، ونلتقي في حلقات قادمه باذن الله ان شاء الله بعون الله.